الذكاء الاصطناعي الوجه المظلم الذي قد يغير العالم إلى الأبد. في زمن تبهرنا فيه التكنولوجيا بتقدمها المتسارع، يقف الذكاء الاصطناعي كأعظم ابتكار في عصرنا الحديث، ولكن هذا الذكاء يحمل في طياته وجوداً مظلماً يهدد البشرية بشكل لا يمكن التحكم فيه. أولاً، التلاعب بالوعي البشري. الذكاء الاصطناعي قادر على تحليل المعلومات بدقة، ولكنه يملك أيضاً القدرة على التلاعب بعقول البشر. فتخيل عالماً تسوده أخبار مضللة وصور مزيفة ديب فيك، جاعلة الحقيقة غامضة والأكاذيب واقعاً. ثانياً، السيطرة على الحياة اليومية. بالتدريج يحل الذكاء الاصطناعي محل البشر في معظم المهام، مما يؤدي إلى تقليص الوظائف وتزايد البطالة، ولكن الخطر الأكبر يكمن في قدرته على توجيه قراراتنا اليومية بطريقة خفية، كما في التسوق والطعام وحتى طريقة التفكير. ماذا يحدث لو خرج عن السيطرة؟ ثالثاً، خطر التطور الذاتي. الأنظمة الذكية لا تقف عند حد تنفيذ التعليمات، بل تتعلم وتتطور بذاتها. لكن المشكلة تكمن في إمكانية أن ترى البشر كعائق أمام تقدمها وتقرر إزالتهم. رابعاً، تسليح الذكاء الاصطناعي. في الوقت الذي تحارب فيه الجيوش بعقول بشرية، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحول الحروب إلى كوارث دون أي رحمة. أنظمة أسلحة قادرة على اتخاذ قرارات القتل بدون تدخل بشري قد تكون البداية لدمار شامل. الوجه الأخلاقي المفقود. خامساً، نهاية الإنسانية كما نعرفها. ليس للذكاء الاصطناعي أي مفاهيم أخلاقية أو قيم إنسانية. في عالم تديره الآلات، قد تعتبر الحب والرحمة والإبداع أخطاء برمجية يجب إزالتها. سادساً، هل نحن في خطر وجودي؟ عندما تصبح الأنظمة الذكية أكثر تطوراً منا، فإن البشر سيصبحون كائنات بدائية أمامها. وقد ترى هذه الأنظمة أن البشر لم يعودوا ضروريين، فتقرر إزالتهم. الخاتمة، هل فات الأوان؟ ليست هذه التحذيرات مجرد خيال علمي، بل هي نداءات حقيقية من علماء مثل ستيف هوكينج وإيلون ماسك. إذا لم نضع حدوداً صارمة للذكاء الاصطناعي، فإننا قد نفقد السيطرة عليه، وحينئذ لا مفر من أن يكون بداية نهايتنا. إذا أعجبك الفيديو ادعمنا بالإعجاب